بتسمع دايما جملة أنت بتتدلع أو أنت مهمل ومش فايت في حاجة من أقرب الناس ليك. تحاول تشرح لهم إنك مش قاصد تنسى أو إن المذاكرة بتعملك شلل فيفتكروك بتتحجج. في البيت المصري أعراض ال ADHD غالبا بتترجم على إنها قلة تربية أو كسل. أهلنا اتربوا على إن النجاح يعني روتين صارم وطاعة عمياء ودرجات نهائية، وإحنا دماغنا متصممة تعيش في الفوضى وتبدع بره الصندوق. دايما بنحس إننا خذلناهم وبندخل في دوامة من الاكتئاب وجلد الذات. بس استنى هنا، أهلك مش بيكرهوك، هما بس بيقيسوك بمسطرة غلط. هما خايفين عليك بس مش فاهمين كيميا دماغك اللي منعاك تكون نسخة منهم. الحل، ما تدخلش معاهم في عناد، حاول تشرح لهم طبيعة اختلافك بالعلم وبدون انفعال. ولو رفضوا يفهموا، احمي سلامك النفسي ودور على بيئة داعمة بره تقدر قيمتك. في مبادرة ADHD بالمصري احنا عيلتنا التانية اللي بتسندك وبتقولك انت كفاية ومميز. اعملوا متابعة لصفحتنا وشاركوا الفيديو ده مع أهاليكم، لأننا هنا دايما فاهمين بعض.